صباح الخير يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل اكله مشويات، اكله حلوه قوي. النهارده هنعمل كفته مشويه، وهنعمل فراخ مشويه، وهنعمل الرز المبهر بتاعها، وهنقدم معاها سلطه بابا غنوج. بصي الكفته وهي بتتقطع بتلوي ازاي معاكي، حاجه كده حكايه خطيره تحفه. بصوا الفراخ عامله ازاي، جميله ولا لونها، ولا بصي دايبه دوب، حاجه كده تحفه تحفه تحفه، جميله قوي قوي، مستويه وطعمها جميله وريحتها حلوه. يلا بينا نشوف الخطوات مع بعضنا. هنا انا معايا مقدار كيلو ونص لحمه مفرومه، نصها لحمه مفرومه حمرا شويه، والنص التاني بزود فيه نسبه دهون. طبعا انا بقول للراجل كده. ومعايا بقى الخطوات ورا، معايا بصل اهو، ومعايا بقسماط، ومعايا نشا، ومعايا التوابل بتاعتها هقولك عليها خطوه خطوه. هنا كده انا المفروض ان انا اقلب اللحمه كلها في قلب بعض، يعني اللي فيها نسبه دهون مع الحمرا هقلبها الاول مع بعضهم. هنا انا في ايديا مقدار كيلو ونص لحمه، هنزل عليها بمقدار كوبايه ونص بقسماط. كيلو لحمه هياخد كوبايه بقسماط، نص لحمه هياخد نص كوبايه بقسماط. تمام. هنا انا كان عندي عزومه، فانا كنت عامله كميه كبيره، انا هنا عامله مقدار 3 كيلو ونص. هنا طبعا انا نزلت بالبصل، انا كنت فرماه بفص توم وشويه فلفل احمر، ومصفيه ميته، وسايبه التفل. بس انا هاخد التفل ده. الخطوه دي مهمه جدا جدا ومحدش ينساها، اللي هي النشا. كيلو اللحمه بحط له 3 معالق هرميه نشا. سر نجاح الكفته واللويه اللي بتلوي معاكي دي جميله جدا. هنا معايا التوابل بتاعتي بقى. طبعا هنا المقدار كبير، معايا ملح، معايا كزبره، ومعايا فلفل، ومعايا 7 بهارات، ومعايا حبهان، ومعايا جوز الطيب، ومعايا ملح ابيض. طبعا انا هنا حاطه كميه كبيره لاني انا هنا كميه الكفته معايا كبيره. وما تنسيش الخطوه التانية، البيكنج باودر. البيكنج باودر ما بتخليش معاكي الصباع يكش للدرجه اللي هو كده كده لازم يكش، لان فيه نسبه دهون كتيره. لكن البيكنج باودر الى حد ما بيخلوش يكش، هو هو والنشا. هنا انا ما بحبش، انا هنا حطيت عودين كزبره، بس انا ما بحبش احطها يعني اعجنها معاهم جامد قوي، علشان خاطر هتوه في النص. وبعدين انت بعد ما بتحطي الخطوات اللي احنا حطيناها دي، لازم تعجنيها جامد قوي 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 بايديكي، طلعي كل مجهودك فيها. هنا احنا خلصنا وقلبناها كمان تقليبه بالكزبره او بالبقدونس، بقت شكلها تحفه. بصي شكلها بتتكلم عن نفسها. تمام كده. هنا انا معايا فرختين صغيرين بتوع شوي، هحط معاهم بصلايه برضو فرماها بشويه ملح لا، فرمه البصلايه لوحدها بقرن فلفل حراق، شطه لونه احمر. تمام. هنا بقى حاطه الملح، وحاطه الكزبره، وحاطه 7 بهارات، وحاطه شويه جنزبيل وشويه قرفه، وحاطه حبهان مطحون برضو. هنا بقى بصي ادعاك البصل في التوابل جامد جامد جامد. معايا بقى هنا صويا صوص، ومعايا دبس رمان. الاتنين دول بيدوها لون حلو قوي، بيدوها برضو طعم جميل جدا. طبعا الصويا صوص اللي احنا نزلناها، الدبس رمان ده هو اللي بيبقى تقيل شويه. لو ما عندكيش دبس رمان، ليكي بديل تحطي منهم معلقه عسل اسود وعصير ليمونه، او عصير ليمونه ونص. هنا بقى ده بيدي اللون التحفه. هنا حطيت نص معلقه بابريكا، ونص معلقه كركم. برضو هقلبهم كويس جدا مع بعضهم. وهبدأ بقى اني انا طبعا هتبل بيهم الفراخ. قلبي بقى كل حاجتك كويس جدا. كل حاجه يا جماعه بجد لازم تاخد حقها. طبعا انا هنا الفراخ غسلاها ومظبطاها وعامله لها المحلول بتاعها، اللي هو ميه وملح وسكر وخل، وكنت سايباها فيها قيمه مثلا 6 ساعات، ما تقلش عن كده. تمام. هنا بقى انا معايا الخلطه بتاعتي، بحط فيها ما بين الجلد واللحم، وما بين اللحم واللحم، يعني برضو يعني الفراخ هتشربيها كويس جدا جدا من التتبيله دي. التتبيله دي روعه، جميله جميله بجد. كده انا خلصتها خلاص. تبلت كل الكميه اللي معايا من الكفته ومن الفراخ، وهقوم مكيساها ومدخلاها التلاجة. هنا كده كان تاني يوم اول ما طلعتها من التلاجة بوريها لكم. كيستها كده ودخلتها التلاجة. تمام. حلو قوي قوي كده. بس وادي الكفته اهو كمان بوريها لكم. حاجه جميله قوي، جربيها ومش هتخيب معاكي كده ابدا. طبعا هنا خلاص انا بدات اصبع. انا معايا السيخ اللي معايا ده كبير كبير، عشان انا عايزه فراغات من الكفته. لو مش معاكي السيخ ده، ممكن عصايه شيش الطاووق مثلا تمسكي 4 5 غصيان مع بعض وتصبعي عليهم. ميه البصل بتاعتك اللي مخليها حمرا كده، ميه البصل بتاعتي انا متبلاها، حاطه لها برده الملح والفلفل والكمون والكزبره، وبرده حاطه لها نص معلقه بيكنج باودر، وحاطه لها نص معلقه نشا، وحاطه لها نص معلقه بابريكا، وشويه زيت صغيرين. دول هيفرقوا جدا في التصبيع معاكي. انت مكبره صباع قوي كده ليه يا جماعه؟ في نسبه دهون عاليه جدا،
فعلى ما يستوي هيكون نزل يعني قولي حبه كده من الصباع هيقلوا. هنشوفهم دلوقتي مع بعضنا. احنا كده خلصنا رصه صينيتنا. انا الكميه اللي معايا دي عملت لي ما شاء الله في حدود 6 صواني. العظمه خرجت بجد يا جماعه، بصوا حاجه تحفه. وادي الفراخ كمان خرجت. طبعا انا بسويها على نار من تحت، يعني تكوني حطاه في الرف اللي تحت، والبوتاجاز ما يكونش عالي قوي. هنا هنعمل الرز المبهر. هنا انا معايا شويه زيت، حطيت فيهم حبه ورق لورا، وحطيت فيهم معلقه كركم ومعلقه كاري، بس كده. وهنزل بالرز بتاعي، رز عادي خالص، رز البلدي بتاعي ده قيمه مقدار كيلو حبه. هنا بقى انا هحط توابل تاني لان لقيتها قليله. حاطه ملح، حاطه فلفل، حاطه كمون، حاطه لا كمون لا، ملح، فلفل، كزبره، بابريكا وكركم وكاري. كل ما هو توابل عندك، شويه قرفه، شويه جنزبيل، شويه توم باودر، شويه بصل باودر، كل ما هي توابل عندك هتعمليها، لان هو اصلا اسمه رز مبهر، فاساسه البهارات والتوابل. بس هنا برضو هنفضل برضو نقلب فيه لحد ما ينشف مع بعضه كده. هنحط برضو فيه حبهان مطحون، لو عندك حطي، جميل جدا. طبعا انا ما كانش عندي شوربه فسقيته بميه، ومش بتختلف كتير يعني، مش بتفرق كتير، ما فيهاش اختلاف كتير. بس وهحط لها مكعب ماجي. تمام. بس كده خلاص انا نقلت الرز على العين التانية. وهنا بقى انا بايد الفحم عشان خاطر ابدا افحم ايه الكفته بتاعتي كده. دي كانت اخر صينيه خارجه معايا. كده انا جمعتهم، كل الكفته بتاعتي، كميه الكفته كلها جمعتها في صينيه في حله واحده كبيره. على الحله كبيره والله، الكاميرا هي اللي ظلمها، عشان خاطر افحمها كلها مره واحده. انا معايا ورقه فويل، دي الدهون اللي خارجه من الكفته بتاعتي. الدهون اللي خارجه من الكفته دي انا بصفيها وبحطها في طبق كده. لما باجي بفتح الفحم او بايد الفحم واقوم نازله بيها بمعلقه من الدهون دي على الفحم ده، والله يا جماعه انتوا هتشموا ريحه يعني احلى من ريحه الكبكبجيه كلها. حلوه جدا جدا. طبعا انا بحكم الغطا قوي عليها عشان خاطر ايه، انا عايزاها تقفل عليها قوي. بس وكده احنا خلصنا. وبقدم طبعا الحاجه بالمنظر ده، حاجه جميله جدا، طعمها تحفه تحفه، جميله قوي قوي. جربوها، الكفته بالمنظر ده مش هتخيب معاكم، والفراخ طعمها تحفه، والرز جميل جدا. لايك واشتراك ما تنسوناش.